بيبدأ فيلمنا مع روبي اللي بتشتغل مساعدة لمصمم أزياء كبير اسمه جيمي، وفي اليوم ده بتوصل روبي لشغلها متأخرة، وساعتها بيحرجها جيمي قدام باقي زمايلها، وده اللي بيخليها تبرر موقفها وبتقول ان هي كانت هتعمل حادثة كبيرة في الطريق. ورغم كده جيمي مش بيهتم خالص، وبيظهر ان هو شخصية جديدة جدا وان اهم حاجة عنده هي الشغل والمواعيد وبس، وبيحرجها بقى تاني اكتر من مرة، فبيضحك كل الموجودين عليها باستثناء تشاكي. وهنا بقى بنعرف ان عائلة روبي ماتوا من زمان وان اسرة تشاكي اتبنوها، وعشان كده روبي وتشاكي قريبين من بعض جدا وزي الاخوات. وفي الاجتماع روبي بتتفاجئ ان ريكي زميلها راح عشان يتكلم معاها، وبنعرف ساعتها ان ريكي بيشتغل مصور معاهم في نفس المكان، وبيعرض وقتها على روبي ان هي تروح معاه حفلة بالليل، واللي بيكون جيمي اصلا متعود ان هو يعملها اخر كل شهر. في الاول بتكون روبي رافضه تماما، وده لانها مش بتحب الحفلات، لكن بعدها بتضطر ان هي توافق لما بتلاقي ان ريكي مصمم ان هي تروح معاه. وبنلاحظ وقتها ان روبي عندها عدم ثقه في النفس، وانها بتشوف نفسها اقل جمال من كل البنات اللي في سنها، وعشان كده بتكون مستغربه من اصرار ريكي ان هو يخرج معاها، ومع ذلك بتكون برضو فرحانه. واول ما تشاكي بتعرف ان هم رايحين الحفله سوا بتفرح لها جدا، وبتقرر ان هي تساعد روبي اختها في اختيار الفستان المناسب. بنعرف ان تشاكي عارضة ازياء هي كمان، وبالليل بتوصل روبي للحفله، تقف بقى هي وريكي يتكلموا، وبيبداوا ان هم يتعرفوا على بعض اكتر واكتر. ووقتها بيقول لها ريكي ان هو كان حلمه يكون مصور صحفي، لكنها شغلانه مش بتجيب اي فلوس، وعلشان كده اضطر ان هو يشتغل في حاجات تانية جنبها. اما روبي فبتقوله ان هي كان نفسها تكون مصممة ازياء كبيرة، وده لانها بتكون شايفة ان اللبس والموضة قادرين يغيروا هوية الانسان تماما، ده غير كمان ان هم بيدوا للانسان ثقة في نفسه. فريكي وقتها بيعجب جدا برأيها، وبيكون عايزها تقول الكلام ده لجيمي، لكن روبي بترفض تماما، وبيكون باين عليها ان هي بتحاول تتجنب نظرات الناس ليها طول اليوم. ولما بيسألها ريكي عن السبب ان هي بتعمل كده، بترد عليه وبتقول ان هي سرقت الفستان اللي هي لابساه ده من تصميمات جيمي علشان تعرف تحضر الحفلة. وبعدها بشوية بتسيبه روبي وبتدخل على الحمام. في الوقت ده بتسمع بنتين بيتكلموا عليها، وبتقول واحدة منهم ان تشاكي هي اللي طلبت من ريكي ان هو يخرج مع روبي، وده لانها بتتعاطف معاها بسبب عدم الثقة في نفسها، وان هي حاسة دايما بالوحدة. فبتنهار روبي وقتها، واول ما بتخرج من الحمام بتروح عند تشاكي وبتسألها بقى اذا كانت عملت كده فعلا ولا لا، لكن هي بترد عليها فعلا، وبتقولها ان هي كانت نيتها كويسة. فبتتضايق بقى روبي من احساس الشفقة ده، وبتقرر ان هي تمشي من الحفلة. فبتحاول تشاكي ان هي توقفها وقتها، لكن روبي بتاخد الموتوسيكل بتاعها وبتمشي، وبتبقى مش مركزة في الطريق، وعلشان كده بتعمل حادثة كبيرة. وبعد اسبوع بتفوق روبي في المستشفى، وبيظهر ان الحادثة سببت لها اصابات كتيرة جدا في كل جسمها، وان هي كانت طول المدة دي في غيبوبة. نعرف ان تشاكي كانت جنبها طول الوقت هي كمان، وبيظهر ان هي كانت خايفة عليها جدا، فبتنادي على الدكتور وقتها اللي بيجي بسرعة، وبيطمن ان روبي حالتها خلاص بقت مستقرة. نعرف في الوقت ده ان روبي وشها اتصاب جدا في الفك، فعشان كده اضطروا ان هم يقفلوا الجرح ده بالاسلاك، وعلشان كده برضه هتحتاج لعمليه تجميل. وبيكمل بقى الدكتور وبيقول ان هي كمان اتصابت في معدتها، وعلشان كده في جرح كبير في المنطقه دي، وكمان هتضطر ان هي تمشي على نظام غذائي معين مناسب مع الحاله بتاعتها. وبالرغم من صعوبه الموقف اللي روبي موجوده فيه، لكنها بتصمم ان هي لازم تشوف شكل وشها عامل ازاي دلوقتي. بيظهر ان في اصابات كتيره واخده مساحه كبيره جدا من وشها، لدرجه انها مش بتعرف ان هي تتكلم، فبتضطر ان هي تكتب على ورقه لو محتاجه اي حاجه. وهنا روبي بتفضل تعيط لما بتحس ان حياتها كده خلاص بتنهار قدامها، وبتحاول تشك ان هي تهديها، وبتقول لها ان هي مش هتسيبها غير لما تقف على رجليها من تاني. لكن للاسف برضه روبي بتتصدم لما بتعرف ان هي اترفضت من شغلها، فوقتها بتقرر تشاكي ان هي تاخدها تعيش معاها في بيتها لحد ما تلاقي شغل تاني. وبعد اسابيع بتخرج روبي من المستشفى، وبتاخدها فعلا تشاكي على البيت، وبيظهر ان تشاكي جابت لها كل الاكل اللي هي بتحبه. وساعتها بتقول تشاكي لروبي ان ريكي كان بيسأل عليها دايما، وان هو اللي كان بيساعدها، وانه جاب كمان معاها حاجات روبي من شقتها. وساعتها بتبدأ روبي ان هي تحضر الاكل لنفسها، وبيظهر وقتها ان هي مش بتقدر تاكل غير عن طريق الحقن. وفي لحظة ما هي بتقلب في رسائل البريد الالكتروني بتاعها، بتلاقي رسائل من جيمي، واللي بيكون عايز يكلمها لكنها بتتجاهله، وبيظهر كده عليها ان هي مش قادرة تسامحه من وقت الحفلة. بعدها بقى بتلاقي روبي رسالة من عيادة تجميل، واللي بيعرضوا عليها ان هي تتعالج عندهم. فبتبدأ روبي ان هي تقرا عن المكان، وبتعرف ان هما بيشتغلوا على نظرية ما وراء الإنسانية، واللي بيكون محتواها ان الجنس البشري ممكن يتطور خارج حدود العقل والجسم لو عرفنا ازاي نستفيد بالعلم والتكنولوجيا. وبتعرف ساعتها ان منظمة الغذاء والدواء عرضت النظرية دي خالص، وعلشان كده العيادة دي بتشتغل حاليا بشكل سري، وفي مقابل تجاربهم على المرضى بيدوا للمرضى دول تأمين صحي مدى الحياة ليهم هم وعيلتهم. فساعتها هنا
روبي بتقرر ان هي تزور العيادة، واللي بيكون مديرها هو الدكتور ويليام. وساعتها ويليام بيبلغها ان هي مريضة مثالية بالنسبة ليهم، وانهم عملوا المركز ده علشان الحالات اللي زيها. وبيبقى واضح ان ويليام ناوي ان هو يعمل لها تجربة باستخدام الخلايا الجذعية. فبتقطع روبي اللي بتقوله ان هي مش هتقدر تتحمل تكاليف العملية دي. فبيطمنها ويليام وبيقول لها ان هما مش هياخدوا منها اي فلوس خالص في مقابل ان هي تسمح لهم يجربوا العمليه دي عليها. روبي بتتصدم وقتها لما بتعرف ان هي من اوائل الناس اللي هتعمل العمليه دي، وان هي هتبقى كده بالنسبه لهم فار تجارب ليهم. ومع ذلك بتضطر ان هي توافق، وده لان هي ما عندهاش اي حل تاني، خصوصا ان هي مش هتقدر تتحمل تكاليف العمليه بتاعه التجميل دي في اي مكان تاني. وفي نفس الوقت ده مش هتقدر ان هي تواجه المجتمع بشكلها ده. وبيجي ميعاد العمليه وبيظهر ان الدكاتره والممرضين لابسين لبس غريب، ده غير كمان ان هما بيكونوا خافين وشهم وكأن العمليه دي بتمثل خطوره عليهم. وفعلا بيتم زرع جسم غريب في خد روبي. وبعدها بشويه بنشوف ريكي وهو رايح عشان يزور روبي في المستشفى، فبيطمن عليها ريكي وبيمشي على طول. وفي طريقه للخروج بيوقفوا دكتور ويليام وبيطلب منه ان هم يتكلموا في المكتب مع بعض، لكن مش بنعرف وقتها هم اتكلموا في ايه. وبعدها بشويه بتفوق روبي، واول حاجه ساعتها بتعملها انها بتشيل الشاش من على وشها. هنا بقى بتتصدم من التحول اللي حصل في شكلها، وبيظهر عليها ان اثار الحادثه اختفت خلاص تماما من وشها، ده غير كمان ان ملامح وشها بقت اجمل بكتير من الاول. وبتفرح اكتر واكتر لما بتعرف ان جرح العمليه اللي عند معدتها اختفى هو كمان، لكن في نفس الوقت بتحس ان في وجع شديد في معدتها. وفي اللحظه دي بتسمع روبي صوت جاي من عند حمام السباحه اللي في المبنى، ولما بتروح لهناك بتلاقي ممثل مشهور اسمه دومي، وبتعرف ساعتها ان هو كمان بيتعالج في نفس المكان. وبمجرد ما بيحاول ان هو يقرب منها بيبدا ينزف من بقه، فبتخاف روبي جدا لما بتحس ان هي كانت السبب، وبتجري بسرعه على اوضتها تاني. وتاني يوم بيروح ويليام عشان يطمن عليها، فبتحكي له روز على اللي حصل، لكن ويليام بيطمنها ان دي تخيلات، وبيبدا يقنعها ان كل حاجه شافتها في الحلم ده ليها معنى. وبيسمح لها ساعتها ويليام بالخروج بما ان الحاله بتاعتها خلاص بقت مستقره، بس بشرط واحد ان هي ما تتاخرش على مواعيد المتابعه. وبيديلها كمان دواء معين، وبيقول لها ان الدواء ده ليه اعراض جانبيه، وان هي لو حست باي تعب لازم ترتاح، ده غير كمان ان هو بيديلها مشروب معين عشان يساعدها على النوم. وفي طريقها للخروج روبي بتقابل تشاكي اللي بتكون اول مره تشوفها من بعد العمليه، فبتتصدم تشاكي جدا من الفرق الكبير ده، وبتفرح روبي ان هي هترجع لحياتها الطبيعيه من تاني. وساعتها بتسيبها تشاكي وبتروح على الشغل بتاعها. في الوقت ده بتحس روبي بالملل، فبتقرر تبدا تسلي نفسها وترسم تصاميم. وفي نفس اللحظه دي بتتفاجئ ان ريكي رايح علشان يزورها، وبيتفاجئ وقتها بشكلها الجديد وبينبهر بيه جدا. وهنا بيعتذر لها ريكي على اللي حصل يوم الحفله، وبعدها بيعرض على روبي ان هما يتعشوا سوا، لكنها بترفض. فبيحاول ان هو يحدد ميعاد تاني، لكن روبي بتكذب وبتقول ان هي مشغوله. بيظهر ان هي بتحاول تتجنبه من وقت الحفله، وبتاخد ساعتها الورد من ايده وبتقفل بعدها الباب. وبالليل بنشوف البنتين اللي بيبقوا خارجين مع بعض لنفس المكان اللي كانوا فيه قبل كده، وبيقابلهم ساعتها جيمي واللي بيكون خارج من هناك. بمجرد ما بيشوف فستان روبي بيعرف ان هو تصميمها، وبيتاكد ان هي فعلا موهوبه، وعلشان كده بيقرر ان هو يرجعها الشغل من تاني. فبيفرحوا البنتين جدا وبيقرروا ان هم يحتفلوا. ووقت الاحتفال ده روبي بتتفاجئ ان الشباب هم اللي حابين يتعرفوا عليها عكس اللي كان بيحصل قبل كده. ولما بتقرب من واحد منهم بتتفاجئ بنفسها بتعمل حركات غريبة، وبتجرح ساعتها راجل في جسمه وكأنها وحش مفترس، لكن لحسن حظها ان محدش بيشوفها اصلا. وبتفوق بعدها روبي وهي في اوضتها، وبتخمن ان ده يمكن يكون من ضمن التخيلات اللي بيسببها الدواء، فبتهدي نفسها وبعدها بتاخد المشروب عشان تفطر بيه. وفي نفس الوقت ده بنشوف الممثل دومي وهو في لوكيشن تصوير، وبيبقى في اليوم ده بيعاني من درجة حرارة مرتفعة جدا، وبيتخانق كمان مع واحد معاهم في اللوكيشن. وساعتها بنشوف دومي طريقة مرعبة بسبب اللي حصل ده، بيترعب كل اللي في المكان وبيحاولوا ان هم يسيطروا على دومي. وفي نفس الوقت ده بنشوف روبي اللي بتكون عندها وجع شديد جدا في معدتها لدرجة ان هي بتفقد الوعي، وبتفوق بعدها بشوية وبتكون سليمة تماما وأكن مفيش اي حاجة حصلت، لكنها بتكون جعانة جدا. فبتشرب ساعتها ازازة المشروب كلها، لكن وهي واقفة بتشوف قدامها قطعة لحمة نية، وبتبدأ ان هي تشرب الدم اللي عليها وهي مستمتعة جدا. ولما بتستوعب اللي حصل ده بتخاف من نفسها، ففورا بتتصل بتشاكي، لكنها بتكون مشغولة ومش بترد عليها. وفجأة هنا بتسمع صوت خناقة في الشارع، ولما بتنزل عشان تشوف اللي بيحصل بتلاقي شاب مغرور بيهين بنت في الشارع، فبتمثل روبي ان هي معجبة بيه. وبمجرد ما بتركب العربية روبي بتهجم عليه وبتعضه. وتاني يوم بتفوق روبي في اوضتها، لكن المرة دي بتلاقي على ايديها اثار دم، وده ساعتها اللي بيأكد لها ان دي مش خيالات ولا حاجة. وبتقرر تروح تقابل ويليام، وبتقول له روبي ان هي كل ما تحس بوجع في معدتها بتبدأ تتخيل ان هي بتأذي الناس. فبيطمنها ويليام ان كل دي تخيلات، وبيقول لها ان البنج بيأثر على شهية الانسان وبيخليه يحب اكلات معينة ما كانش بيحبها قبل كده. بعدها بترجع روبي لشغلها بعد ما قررت ان هي تركز في الشغل وبس، تتجاهل اي حاجة تانية.
وفي اليوم ده بيشوف جيمي التصميمات اللي كانت شغالة عليها الفترة اللي فاتت، بينبهر بيهم جدا لدرجة ان هو بيقرر يضمهم للمجموعة الجديدة بتاعته. بيطلب من روبي ان هي تشتغل معاه على تصاميم الفساتين الجديدة دي، فبتفرح روبي جدا وبتتحمس للشغل معاه. وفي الوقت ده لكن بمجرد ما بيفوق بتظهر عليه أعراض مشابهة للأعراض بتاعت دومي، وبتكون تصرفاته همجية جدا، وعلشان كده بيعض الممرضة. ولما بيحاول الدكاترة ان هم يهدوه بيعضوهم هم كمان. بسبب اللي حصل ده بيتم استدعاء مركز التحكم في الأمراض، واللي بيشخصوا ان ده مرض السعار، وانه بيدمر الجهاز العصبي وبيخلي الشخص يفقد عقله، لدرجة ان هو بيشكل خطر على نفسه وعلى كل اللي حواليه. وعلشان هما بيكونوا شايفين ان في سرعة في انتقال المرض ده لباقي المرضى اللي موجودين في المستشفى، بيبدأوا ان هما يقتلوا اي حد بيفقدوا السيطرة عليه فورا، وده طبعا قبل ما يعدي اي حد تاني. وساعتها بيقول الدكتور ان هما لازم يسيطروا على الموضوع ده قبل ما يخرج بره المستشفى، لان وقتها هيتحول لوباء عالمي صعب السيطرة عليه. وبيرفض الدكتور ان هو يبلغ على اللي بيحصل ده بسبب خوفه ان الناس لو عرفت هتبقى مرعوبة وهتبقى خايفة جدا كمان. في نفس الوقت ده بنشوف ريكي اللي بيتكلم مع روبي وبيعرض عليها المرة تانية ان هما يخرجوا سوا، لكن المرة دي بتوافق روبي وبتبدأ تحكي عن حالتها الصحية، بتحكي له كمان عن التخيلات اللي هي بتعاني منها، لكن مش بتحكي له بالتفاصيل عن اللي بيحصل بالظبط. بيظهر ساعتها ان ريكي مهتم يعرف تفاصيل حالتها الصحية والعملية كمان، وده اللي بيخليها تكون مستغربة جدا. وفجأة بتحس روبي بالتعب، ولما بتدخل الحمام بتلاحظ وجود كائن غريب جوه بطنها، فبتترعب وبتقرر ان هي لازم تمشي. لكن قبل ما تمشي بيهجم على المكان الشخص اللي هي عضته روبي في العربية، وبيظهر ان هو جاي عشان ينتقم منها، وبيعض ساعتها اكتر من شخص في المكان، لكن ريكي بيقدر ان هو يسيطر عليه وبيضربه. ففي الوقت ده بتكون روبي خلاص مشيت من المكان، وكالعادة بتفوق تاني يوم هي مش فاكرة اي حاجة، وان هي ازاي رجعت للبيت اصلا، ولا بتكون عارفة اذا كان ده كان كابوس ولا كان حقيقة. ولما بتحاول ان هي تتصل بويليام مش بيرد عليها، فبتسيب له رسالة بتحكي له فيها على اللي حصل. وبتروح بعدها روبي عشان تفطر، فبتوقع منها المشروب، وبتتصدم لما بتكتشف ان المشروب عبارة عن دم اصلا، وعشان كده بتقرر ان هي توقفه فورا. وساعتها بقى بنشوفهم هما بيبدأوا خلاص عشان يجهزوا لعرض الازياء. وفي اليوم ده روبي بتقابل ريكي لاول مرة من بعد اللي حصل، وبتعتذر ان هي مشيت وسابته، وبتقول له ان الادوية بتخليها مش مركزة ومش بتبقى واعية لاي تصرفات هي بتعملها، لدرجة ان هي مش بتبقى فاكرة هي وصلت للبيت ازاي. فبيقول لها ريكي ان هو اصلا اللي وصلها. وبعدها بيجمع كل العارضات، وبيقرر ان تشاكي هي اللي هتختم العرض، وانها اللي هتكون لابسة الفستان اللي من تصميم روبي. فبيفرح بقى البنتين جدا، خصوصا ان دي حاجة بيحلموا بيها من زمان. لكن في نفس الوقت ده بنعرف ان هم خلاص فقدوا السيطرة على المرضى، وعلشان كده بيتم اعلان حالة الطوارئ، وبيطلبوا وقتها من الناس ان هم لازم يقعدوا في البيوت ويبعدوا عن حيوانات او البشر اللي تصرفاتهم غريبة. وبالرغم من كل اللي بيحصل ده جيمي بيكون مصر ان عرض الازياء يكون في ميعاده عادي، وبيبدأ فعلا عرض الازياء. وساعتها روبي بتتفاجئ ان تشاكي لسه ما وصلتش. في نفس اللحظة دي بيجي لها اتصال من ويليام، واللي بيطلب منها ان هي تروح له على العيادة في اسرع وقت ممكن. فبتقول له ان هي مشغولة دلوقتي جدا، وان هي مش هتقدر تروح له غير تاني يوم. وبعدها بتخرج تقف بره المكان، وده علشان تحاول تكلم تشاكي. بتوصل تشاكي فعلا، وبتحكي ساعتها لزمايلها ان هي كانت راكبة المترو وشافت ست غريبة قربت منها جدا وعضتها بدون اي سبب. وبيكون واضح كده ان محدش منهم سمع عن الوباء ده خالص، وعشان كده محدش بيخاف منها ولا حاجة، وبيفتكروا ان هي كانت ست مجنونة مش اكتر. بتبقى لسه روبي في الوقت ده واقفة بره وبتحاول ان هي تكلمها، وساعتها روبي بتحس بوجع شديد في معدتها وبتقع على الارض. وهنا بيشوفها 2 من الرجالة اللي بيبدأوا ان هم يسخروا منها ومن تصرفاتها وبيصوروها كمان. وفجأة بيخرج كائن غريب من جسم روبي وبيعض واحد منهم، فبيقع الراجل ده على الارض. فريكي في الوقت ده بيوصل على صوتهم، وبيضرب الراجل اللي صور الفيديو بيمسحه، وبيقلع الجاكيت بتاعه، وبيحاول ان هو يسيطر على الكائن الغريب ده. وفعلا بيقدر ان هو يسيطر عليه، وكأنه عارف كويس ازاي يعمل كده. وبيبقى ريكي وقتها عايز ياخدها للعيادة، لكن هي بتكون رافضة تماما ان هي تروح قبل ما تحضر عرض الازياء. وفعلا بيبدأ العرض واللي بيكون ماشي كويس جدا، لكن في نص العرض بتظهر على تشاكي علامات التحول، وبتبدأ ان هي تعض كل الموجودين، وبتعض جيمي هو كمان. وبعد وقت قليل جدا بتوصل الشرطة للمكان وبتقتل كل المصابين اللي بيكون من ضمنهم تشاكي. فهنا بتنهار روبي بسبب موت اختها. اما ريكي فبيشيل روبي وبياخدها للعيادة غصب عنها، وهناك بيفضل يتكلم مع الدكتور. وبتبقى روبي حاسة بالذنب وبتشك ان اللي بتشوفه مش تهيؤات، وان هي اصلا مصدر الوباء العالمي ده. وويليام بيتبسط قوي اول ما بيعرف ان هي ما كلتش حاجة خالص، فبياخدها هي وريكي وبيحبسهم في اوضة واحدة، وبيبدأ ان هو يتكلم معاهم عن طريق الازاز.
بنعرف ان ريكي كان بيتعاون مع ويليام بعد ما ويليام أجره علشان يراقب روبي طول ما هي بره العيادة، فبيحاول ان هو يدافع عن نفسه وبيقول ان هو كان بيعمل كده اصلا علشان هو كان معجب بيها، لكن روبي بتكون مش مصدقه كلامه ده، وبيظهر على ويليام ساعتها ان هو شخص مجنون جدا، وساعتها بيفضل يشجع روبي ان هي تستسلم للاحساس بتاعها وتاكله. فبتساله وقتها هنا روبي هو عمل فيها ايه بالظبط، فبيبدا ويليام ساعتها ان هو يحكي لها. بنعرف ان هو كان شغال على تجربة الخلود، وهي ان هو يحقن الناس بمادة معينة عشان يعيشوا للأبد، وان الوحش اللي عايش جوه روبي هو اللي هيساعدها تعيش للأبد، وده لان هو دايما بيطور من نفسه، وبيكون ساعتها شايف ان تجربته دي مفيدة جدا، وان هي لو اتنفذت على عدد قليل من البشر هتخليهم يقضوا على باقي البشر والمخلوقات كلها، وان في المقابل لده التجربة دي هيقدروا كده ان هم يعيشوا للأبد. اما هو بيكون شايف ان نتيجة التجربة دي تستاهل كل اللي بيحصل، لكن في نفس الوقت ده بيتفاجئ الاتنين بكائن غريب معاهم في الأوضة، واللي بيكون جزء منه إنسان والجزء التاني وحش مخيف. فبيقول ويليام ان دي زوجته وانه فشل في علاجها بالسرطان، وعلشان كده استغل جسمها عشان يعمل عليه ابحاث لحد ما لقى طريقة يخليها عايشة بالجسم ده نص إنسان ونص وحش. وفجأة بيخرج الوحش من جسم روبي وبيهجم على ريكي، وبتفصل الوحش ده منها، لكن ريكي بيكون خلاص للأسف مات. قرر بقى روبي ان هي تنتقم من ويليام، فبتقتل مراته اللي معاهم في نفس الأوضة، وبعدها بتقتل نفسها. ساعتها في اللحظة دي بيتم الإعلان عن السيطرة على الوباء، وإن أي شخص اللقاح اللي خده ما جابش معاه أي نتيجة اضطروا إن هم يقتلوه عن طريق الموت الرحيم. وبكده بتكون أزمة الوباء دي خلاص انتهت، وفي وقت قليل جدا بترجع كل حاجة لطبيعتها. لكن بعدها بشوية بنشوف ويليام واللي بيبقى بيحضر وجبة من قطعة لحم نية، وبيقربها ساعتها جنب روبي وبيصحيها، فبتتصدم وقتها روبي لما بتعرف ان هي لسه عايشة، وبتتصدم اكتر واكتر لما بتعرف ان تجربة ويليام نجحت عليها، وان هي كده خلاص مش هتقدر تموت مهما حاولت. وبكده بيكون فيلمنا خلص.